حلقة خاصة ببساطة لأن ضيفينا فيها ليس معنا في الاستوديو. الأول دكتور محمد البرادعي وحركة التغيير التي يتزعمها عاد إلى القاهرة وكان لقاؤنا معه في منزله. والثاني الدكتور مفيد شهاب، لقاء في مكتبه، وهو وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية. نبدأ مع الدكتور البرادعي. سألناه أولا عن حملته للتغيير أين وصلت، ونحن على مشارف انتخابات برلمانية في مصر ثم تعقبها انتخابات رئاسية. هل سينضم إلى الخضم السياسي أم يبقى على شاشات الإنترنت والتلفزيون؟ على الإنترنت هناك حملة الذين يدعمون مشاركة البرادعي في ترشيح للرئاسة 238,951. للذين وقعوا على بيانه للتغيير 59,324. للذين يتبعونه على التويتر أي رسائله الموجزة القصيرة التلغرافية 7,290. 7,000 يتابعون ما يرسله لهم الدكتور البرادعي في مختصر 140 حرف فقط كل رسالة منها. بالمقارنة آل جور نائب الرئيس الأمريكي ومرشح سابق للرئاسة في أمريكا لم يفلح، لديه أكثر من 2 مليون. الرئيس أوباما لديه 4 مليون. لماذا إذن 7,000 فقط يتبعون البرادعي على التويتر وعلى الإنترنت؟ وأيضا سؤال آخر وجهته له: ماذا يريدني أن أعرفه تحت اسمه على الشاشة؟ ماذا يريد؟ حافظ، أنا ليا فعلا 7,000، إنما أنا بدأت عملية التويتر من شهرين. الجور وغيره بدأوا من سنوات. كذلك عدد المشاركين في الإنترنت في أمريكا 80%، عدد المشاركين في مصر 17%. لابد أن أخذ كل هذا في الاعتبار. إنما وبرضه سألتني، يمكن أرجع إذا حطيت اسم واحد تحت اسمي هقول داعية للسلام. يعني أنا حصولي على جائزة نوبل للسلام ما هواش ميدالية ولا هي مقابل نقدي، هي مسؤولية إن أنا لا أستمر أعمل طول ما في نفس بقية، إنه أحاول أن يكون هناك في العالم سلام بمفهومه الواسع، وهو أن كذلك السلام بمفهوم المساواة الاجتماعية، القضاء على الصراعات المتراكمة وغيره من ما نراه من ما نطلق عليه معايير مزدوجة، أمن غير يعني مستتب في العالم، والكثير من المشاكل التي نواجهها والتي تنعكس علينا في مصر كذلك. يعني في مصر لابد أن نفهم أن لن نحل مشاكلنا ولا في العالم العربي إلا إذا كنا جزء من الأسرة الإنسانية، وللأسف انفصلنا إلى حد كبير عن الأسرة الإنسانية. ما ذكرته في التويتر، وهي وسيلة للتفاعل والتواصل، ان لابد ان التغيير لابد ان يكون باسلوب سلمي. يعني وانا اؤكد مره اخرى كما فعلت كافه الشعوب في شرق اوروبا والاتحاد السوفيتي والشرق والغرب والشمال والجنوب، هو التغيير السلمي. والتغيير السلمي لن ياتي الا من خلال الشعب، والتغيير السلمي سيأخذ وقت. نحن في مصر هنا بقالنا 58 سنه لا نمارس الديمقراطيه. تعودنا على ان المصري يقال له ما يجب ان يقوم به. تعودنا على أن المصري أصبح يخاف، ونتيجة عمليات قمع وعمليات اعتقالات وقانون طوارئ منذ أكثر من 30 عاما. فستأخذ وقت. يعني عندما النهاردة لدينا 60,000 شخص بيقول أنا أريد التغيير نحو حياة ديمقراطية في مجتمع، رأينا من أسبوعين بعض الشباب اعتقل باتهامات يعني يمكن أقول عليها تفكرني بقصة كافكا المحاكمة. التهم يعني الغير معروفة، مدة الاعتقال غير معروفة، ممكن أن يحال إلى قاضي عسكري. فمع كل هذا إطار الخوف، كون أن هناك 60,000 وقعوا على هذا، مع أن هناك 12,000 شاب في مقتبل حياتهم تطوعوا للعمل في الأقاليم لتعبئة الشعب المصري بأسلوب سلمي، أننا لا نبغي أي ثورة، لا نبغي أي يعني هدم نظام، وإنما نبني إصلاح بمعنى نظام ديمقراطي أن يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم. طيب دكتور برادعي، تعبير داعية السلام، يعني هذا اخترته حضرتك وتستريح معه. مارتن لوثر كينج زعيم حركة الحقوق المدنية في أمريكا في الستينات، وحصل أيضا على جائزة نوبل للسلام مثلما حصلت سيادتك على هذه الجائزة.
لم داعية السلام شيء، ولكن ده لم يمنع مارتن لوثر كينج من أن ينزل إلى الشارع ويقود عصيان مدني ويشارك في مظاهرات ويدخل السجن حتى يحقق ذلك. هل دكتور البرادعي مستعد لأن يدفع هذا الثمن أم سيبقى مع الإنترنت وتويتر والتلفزيون؟ أولا عشان نغير حافظ لازم نستخدم أساليب غير تقليدية. يعني أينشتاين قال من الجنون أن الإنسان يكرر نفس الشيء ويتوقع نتائج مختلفة. عمليات النزول إلى الشارع عمليات طبعا بتعبر عن غضب، إنما متى وننزل إلى الشارع ومتى يكون هناك تأثير في عند النزول للشارع. أما نزل في تايلاند مليون الأسبوع اللي فات حدث تأثير، أما نزل في تشيكوسلوفاكيا نص مليون، في يوكرانيا، في غير كل شيء التوقيت هو أهم شيء. يعني حين يأتي التوقيت ستكون مستعد فعلا للنزول معهم في المظاهرات في الشوارع؟ عندما يكون لدي تعبير من خلال التوقيع على بيان التغيير، جماهير عريضة واسعة بتقول بصورة واضحة وصريحة نود التغيير، لا أعتقد أن أي نظام أيا كان هذا النظام لا يستطيع أن يقف أمام رغبة شعبية جامحة. يعني أؤكد مرة أخرى ما قاله سعد زغلول، مقولة عظيمة: الأمة فوق الحكومة. النهاردة عندما أرى المملكة المتحدة إنجلترا بتعيد النظر في أن الديمقراطية ليست كافية في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة بدأت الديمقراطية 1213 مع الماجنا كارتا. الحكومة الجديدة ذكرت أن هناك لابد أن نعيد التوازن بين سلطة الحكومة وسلطة الشعب، بحيث نقلل من سلطة الحكومة ونزيد من سلطة الشعب، وهذا بالطبع بالضبط ما أريد أن أحققه. لكن هو المفتقد في دايما عند الناس هو يعرفوا نحن نعلم ماذا تريد من تغييرات دستورية في النظام في مصر، لكن الآن ماذا ستفعل؟ كم العدد المطلوب لجمع التوقيعات؟ وماذا ستفعل به حين البعض يقول متشكرين، أوكي معك مليون، معك مليونين، ثلاثة، وبعدين ماذا العدد؟ حافظ، لا أود أن أضع عدد تحكمي. قد يكون مليون، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة. كلما زاد العدد كلما ظهرت رغبة شعبية واضحة في التغيير. وماذا بعد؟ إذا ما حصل هذا، هو يعني كثير من يسألوا هذه الخطة واحد، ما هي الخطة اثنين؟ الخطة واحد هي الخطة اثنين هي الخطة ثلاثة. أنا في رأيي إذا حصلت على هذا، ومش أنا كشخص كفكرة للتغيير، حصلت على ملايين تقول نحن نود التغيير، لا أستطيع أعتقد أي نظام لن يمكن أن يقول أنا أرفض المطلب الشعبي الجامح بالتغيير. وإذا رفض فسيكون هذا سيتحمل عواقب هذا. عندما في هذا الوقت سنتكلم عن أننا ننزل في مظاهرة سلمية صامتة نطالب بالتغيير. يعني أنت مستعد النزول في مظاهرة سلمية عندما تكون الظروف مهيئة، عندما تكون هذه المظاهرة تعبر عن فعلا إرادة شعبية واضحة، سنستعمل كل الأساليب السلمية. هل ستطلب من وزارة الداخلية موافقة على أن تنزل المظاهرة أم لن تحتاج منهم إلى موافقة؟ أنا أعتقد كما في أي دولة ديمقراطية إذا أردت أن تنزل في مظاهرة سلمية بتعطي إخطار. بتعطي إخطار، إنما لن أنتظر إذا نزلت أنا أو غيري أنت موافقة من وزارة الداخلية لتقول لنا أننا سنعطل المرور. يعني ما تم في دمنهور الأسبوع الماضي، التهم التي وجهت تهم، يعني إذا كانت هذه طبقا لقانون الطوارئ فالحكومة خلف تعهدها أن قانون الطوارئ سيقتصر على الإرهاب، وإذا كان هذا هو القانون الطبيعي فالمصيبة أعظم، لأن التهم اللي قيلت لهم أنهم عطلوا المرور، أنهم عطلوا الحياة العامة، تهم هزلية على أقل ما يقال. يعني. طيب ما هو المبرر اللي ستقتنع به لو قالوا لك لا داعي لهذه المظاهرة أو المسيرة التي ستريد أن تقوم بها في شوارع القاهرة للأسباب التالية؟ ما هي الأسباب التي قد تقنعك وتحجم عن المظاهرة إن لم يكن المرور مثلا أو تعطيله؟ الأسباب الوحيدة هو أنهم يغيروا حق الإضراب، حق طبيعي من حقوق الإنسان في كافة الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر، حق التجمع، حق الإضراب، حق إبداء الرأي، كل هذه الحقوق حقوق أصيلة أملكها أنا السيد كمصري وكشعب مصري. أنا النظام يعمل عندي كوكيل لي، وإنما أنا مصدر السلطات. إذا كان هناك فعلا شيء يهدد الأمن العام سننظر في هذا، إنما إذا أردت أنك تمنع هذا التظاهر السلمي يبقى يجب أن تلتزم بالإرادة الشعبية التي تقول لك أننا نريد التغيير، أننا لابد أن نكون في موقع القيادة،
وليس النظام الحاكم. عظيم. لكن الأمة مصدر السلطات، وكل شيء مكتوب على باب مجلس الشعب في مصر، وهؤلاء النواب هم الذين يفعلون ذلك حسب النظام الدستوري القائم الآن. هل حضرتك بتقول أنه هؤلاء لا يعبرون عن أمة مصر وأنت التي تعبر عنها؟ أنا لا أقول أن أنا لا أعبر مصر لوحدي، ولذلك أنا قلت لن يكون تغيير، سنغير معا. نعم. أنا لكن شخص هناك من يقول نعم هذا مضبوط ونحن نقتنع معك بهذه الآراء. بالضبط. هناك فعلا ممثلون للشعب في الشورى وفي مجلس الشعب، وهؤلاء منتخبون، وهؤلاء يعبرون عن الأمة. منتخبون يحافظ دي على يعني علامة استفهام كبيرة. النهاردة نأخذ مجلس الشورى، هناك كما علمت 80% من